السلام عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة وسريعة اللي هعتبرها إن هي ميني بودكاست أو حلقة راديو صغيرة. فكرة الحلقات الصوتية السريعة دي إني بشارك معاكم أفكار سريعة أو تجارب مختلفة في القراءة، والنهاردة جاية أبدأ بسؤال جه في بالي: مين هو كاتبك المفضل؟ أو نسأل بطريقة تانية: إزاي تعرف مين كاتبك المفضل؟ وللإجابة عن سؤال زي ده كان لازم أقرأ آراء ناس وأفكر وأبحث. من الآخر كده اللي هقوله ده ما هو إلا شوية آراء ورأيي الشخصي، مش قانون يعني. قشطة. قشطة. كاتبك المفضل هو الشخص اللي هتلاقي نفسك بتقرأ له كتير، لدرجة إن قائمة كتب العام هتلاقي فيها عدد كبير من كتبه. كاتبك المفضل اللي ممكن تقرأ له كتاب وتعيده مرة واتنين وتلاتة، وكل مرة تقول: ايه العظمة دي يا ست، ده أنا جايلك من طنطا. كاتبك المفضل اللي هتلاقيه أول اسم بيجي على بالك لما حد بيطلب منك ترشيح لكتاب يقرأه. كاتبك المفضل هو اللي هتتتبع أخباره، وأي كتاب أو فيديو بيتكلم عنه هتلاقي نفسك بتقول: هذا هو ذوقي. كاتبك المفضل هتلاقي نفسك بتنشر له اقتباسات، كلامه بيجري على لسانك. كاتبك المفضل إنسان ساب جواك أثر وبقى جزء من ذاكرتك، حتى لو لسه قارئ ليه مش من مدة كبيرة. لو حسيت إنك بعد الكلام ده كله لقيت نفسك عندك أكتر من كاتب مفضل، أنت تمام وطبيعي جدا، لأن نفس الوضع. يعني أنا بعتبر نفسي طبيعية، بس قشطة نعتبر نفسنا كلنا طبيعيين. يعني شوية الصفات اللي أنا قلتها من شوية دي لقيتها بتنطبق على أكتر من كاتب، بس برضو بيبقى عندنا كاتب كده ليه مكانة خاصة، وده اللي بحسه اتجاه أحمد خالد توفيق. والسبب بصراحة تعلقي بشخصية رفعت إسماعيل. مش هقول إني أول حاجة أقرأها كانت ما وراء الطبيعة ولا إنها ذكريات طفولة والكلام ده، هو ده للأسف ما حصلش معايا. هو الموضوع بدأ بإن أنا قرأت ليه روايات زي السنجة ويوتوبيا، بعد كده سفاري، وبالصدفة وقعت في ما وراء الطبيعة اللي من ساعتها بقت ليها مكانة خاصة عندي جدا. وكل ده من كام سنة، 3 4 سنين يعني، مش من زمان. أنا باشوف إن أنا وزي كتير من قراء ما وراء الطبيعة حبوا رفعت لإنه شبهنا، بطل مش خارق ولا هو أوسم واحد في الكوكب، وشبه خلة السنان وأصلع، لكن وأنا بقرأ بتفاعل معاه، بحس إن أنا جوه كل عدد. المهم، اللي أثار كل الأفكار دي عندي لما سمعت أسطورة أحمد خالد توفيق على ستوري تيل، واللي جاوبت على أسئلة كتير عندي. بصراحة اتأكد عندي إن تعلقنا برفعت لأنه واخد من روح أحمد خالد توفيق في تفاصيل كتير قوي. يمكن لو دكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه لسه عايش، كنت هقوله إنك قدرت فعلا تخلي أجيال تقرأ وحققت هدفك. وهنا لينا وقفة. تعالوا ناخد رأي حد صغير كده لسه بيبدأ طريقه في القراءة ويحكي لنا عن بدايته. ومعانا مداخلة من صديق البرنامج الوحيد، دينا، اللي هي أختي طبعا. ودلوقتي ندي المايك لدينا صديق البرنامج. حبيت إني أشارك تجربتي معاكم وأحكي عن أول تجربة ليا في القراءة. لا يمكن قرأت الكتاب قبل أحمد خالد توفيق، وحقيقة إن الكتب كانت عظيمة، لكن مفيش كتاب قدر يثير شغفي. والكتب كنت بحس في النص كده بشوية ملل، لكن مع تجربة أحمد خالد توفيق كنت ببقى عايزة أقرأ الكتاب كله وأنا قاعدة. ساعات كنت بنام 6 الصبح من كتر ما أنا مش قادرة أعرف أوقف القراءة. ويكفي إني وصلت كل يوم بقرأ أسطورة من وراء الطبيعة يوميا لحد ما قرأت 18 عدد في وقت صغير جدا. ولما عديت الكتب اللي قرأتها حرفيا كانت كلها لأحمد خالد توفيق. الحقيقة هو فعلا اللي خلاني أحب القراءة وأبدأ أقرأ زي ما كان بيتمنى. الحقيقة حبي لهذا الكاتب العظيم خلى عندي فضول أعرف مين هو. أول ما مروة قالت لي عن أسطورة أحمد خالد توفيق تحمست جدا وحبيت أسمعها، وهي أجابت عن كل التساؤلات اللي كانت في دماغي. بجد كاتب عظيم جدا، وأول ما حد بيحب يبدأ قراءة برشح له عدد من وراء الطبيعة، إنها بجد كانت بدايتي للقراءة. ودلوقتي هسحب المايك من دينا تاني، أقول لكم بقى أنا تجربتي مع أسطورة أحمد خالد توفيق اللي كانت على ستوري تيل. اللي أقدر أقوله إن اللي عجبني في قصة أحمد خالد توفيق صداقته مع أبهج، رغم خلافهم إن هم قدروا يرجعوا تاني. علاقة العراب بأميرة أخته وإزاي قدر يكمل في حياته لأن جواه أنكر موتها، ما كانش مصدق. يعني اتأثرت بيها قوي. وما خبيش عليكم إن آخر عدد اللي هو موت رفعت مش قادرة أقرأه، حاصل لي تروما والله إني أقرب له أصلا. فلما في أسطورة أحمد خالد توفيق اتكلموا عنه اتأثرت، وأنا لما بتأثر ما بذاكرش اليوم كله وبتهزق من وهم عادي جدا. المهم، مهما كان مين كاتبك المفضل، حلو إنك يبقى عندك ذكرى مع كتاب أو كاتب، حتى لو لسه بتبدأ طريقك في القراءة. اكتشف، جرب، واقرأ لأكتر من حد لحد ما تقع في حفرة مفيش منها طلوع يا ولدي. وآخر حاجة حابة أختم بيها: رحم الله أحمد خالد توفيق. واستنوني في حلقة جديدة قريبا. سلام.